في ناس فاكرة إن اللي شافته في المداح السنة دي خيال، وإن العهد مجرد حبكة درامية، وإن الدم اللي بيختم الاتفاق رمز مش أكتر. بس الحقيقة إن قبل ما الفكرة دي تتعرض على شاشة كانت مكتوبة في محاضر، وكان في باب بيتكسر الساعة 4 الفجر، وكان في أم واقعة على الأرض وابن ماسك سكينة وبيقول هو اللي قالي لو ما مضتش هياخدها. هو مين؟ ولنفس فكرة العهد، الاختيار، الدم بتتكرر في أكتر من قضية حقيقية. ليه في أطفال بتتكلم بصوت مش صوتها؟ ليه دجالين بيقنعوا ناس إن التضحية حل؟ وليه كلهم بيستخدموا نفس الكلمة مختار؟ اللي هتسمعه النهاردة مش تلخيص مسلسل ولا حكاية جن، ده ملف حصل واتكتب واتحاكم فيه ناس. لكن السؤال اللي محدش رد عليه، هل الدراما بتاخد من الواقع ولا الواقع بدأ يقلد اللي بيتعرض قدامه؟ أنا مش هقولك تصدق، بس هطلب منك حاجة واحدة، ما تسمعش الحلقة دي لوحدك، علشان في لحظة معينة ممكن تحس ان في حد واقف وراك وبيهمس نفس الجملة، انت مختار. وما تنساش ان ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. انا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني اخدك في رحلة ورا الحيطة. في فبراير 2023 الشرطة دخلت شقة في منطقة شعبية في الجيزة بعد بلاغ من الجيران. الريحة كانت طالعة من تحت الباب، الريحة مش شبه أي حاجة، ريحة لحم محروق ومخلوط بدم قديم. لما كسروا الباب لقوا شاب عنده 28 سنة قاعد في نص الصالة وهدومه غرقانة دم، ايده فيها سكينة مطبخ مكسورة من النص، وقصاده جثة أمه رقبتها مدبوحة، مش دبحة عادية، دبحة عميقة، كأن اللي ماسك السكينة كان عايز يفصل الراس بالكامل. التحقيقات قالت إن الشاب اعترف فوراً وقال جملة واحدة بس، هو اللي أمرني وقال لي لو ما نفذتش هيحرقها قدامي. هو مين؟ قال إنه كان بيسمع صوت بقاله 40 يوم، صوت بيقوله إنه مختار وإنه لازم يمضي عهد، وإن الدم هو الختم. الطب الشرعي قال إنه سليم عقلياً، مفيش مخدرات، مفيش أمراض نفسية مسجلة. بس في أوضته لقوا ورق متقطع وعليه رموز ودوائر مرسومة بدم فراخ. هو كان بيحضر حاجة. السؤال هو كان بيحضر ايه؟ القصة دي مش من مسلسل، ده محضر رسمي. العهد اللي بيتكتب واللي ما بيتفكش غير بدم، مصادفة ولا في حاجة أقدم من المسلسل نفسه؟ طب خلونا نرجع مع بعض لورا كده شوية لسنة 2018 في قرية صغيرة في الصعيد. طفل عنده 9 سنين بدأ يتصرف بطريقة غريبة. كان بيصحى الساعة 3 الفجر بالظبط، يبص في السقف ويضحك. مش ضحكة طفل، ضحكة راجل كبير. أمه قالت إنه بقى بيتكلم بلغة مش مفهومة، مرات بيقول كلمات عبري، مرات يقول أرقام. في يوم صحيت الأم على صوت خبط في المطبخ، نزلت لقيته واقف فوق الترابيزة وفي إيده سكينة، كان بيحاول يجرح نفسه. ولما مسكته بص وقال لها بصوت مش صوته، الطفل دخل مستشفى نفسي أسبوعين، والتشخيص كان نوبة ذهنية مؤقتة. بس بعد ما خرج فضل عنده ندبة طويلة في دراعه وهو مش فاكر عملها ازاي. المشهد ده اتكرر تقريبا بالحرف في المداح أسطورة العهد. طفل بيتكلم بصوت مش صوته وبيقول انه مختار وبيحاول يجرح نفسه. لكن المسلسل خلص المشهد بمواجهة بطولية، والواقع ما خلص كده. وخلونا نروح للقصة الثالثة وهي الأصعب. قضية انتشرت في جرايد كتير وبعدين اختفت. دجال مشهور في القاهرة كان بيعمل جلسات علاج روحاني. الناس كانت بتدخله لوحدها، بيتقفل عليهم الأوضة ويشغل بخور تقيل ويبدأ يتمتم بكلام غير مفهوم. وفي مرة ست خرجت من عنده منهارة، قالت إنه قال لها إنها مربوطة بعهد قديم وإنه لازم تفك الرابط بطقس دموي. بعد أسبوع الست اتقبض عليها، قتلت بنتها اللي عندها 4 سنين، خنقتها بالمخدة. وفي التحقيق قالت هو قال لي لو ما عملتش كده هياخدها مني بشكل أبشع. الدجال اتحاكم بتهمة النصب والتحريض، بس هو في المحكمة قال جملة مرعبة، أنا ما بعملش حاجة، أنا بس بنفذ العهد. العهد تاني في المداح أسطورة العهد، في شخصية بتظهر في شكل شيخ معالج بيساعد الناس، لكن في الحقيقة هو حلقة في سلسلة أقدم منه. الفكرة هنا مش في الجن، الفكرة في الإقناع.
إزاي فكرة العهد تدخل دماغ حد وتكبر وتبقى أقوى من الأمومة، أقوى من العقل، وأقوى من الغريزة. وخلونا نحللها كده مع بعض من غير تنظير. في علم النفس في حاجة اسمها زرع الفكرة القاتلة. لما حد يفضل يسمع فكرة معينة بخوف، بضغط، بعزلة، المخ بيبدأ يخلق واقع حوالين الفكرة دي، والصوت بيبقى حقيقي، والظل بيبقى شخص، والحلم بيكون أمر. المسلسل عرض الفكرة على إنها حرب بين خير وشر، لكن الواقع هو حرب بين فكرة وعقل. اللحظة اللي تخلي دمك يتجمد، الشاب اللي قتل أمه في الجيزة قبل الحادثة بيومين كان كاتب بوست على الفيسبوك. البوست اتحذف بعد كده، بس حد صوره. كان كاتب: هو وعدني إن الدم هيفتح الباب. أي باب؟ وباب إيه؟ في المداح الباب بيفتح بين عالمين، في الواقع الباب اتفتح على السجن المؤبد، بس الدم هو. والربط الحقيقي بين كل القصص دي هم 3 عناصر ثابتة: فكرة الاختيار، العهد، والدم كختم. مش محتاجين نصدق إن في جن علشان نخاف، كفاية نصدق إن في ناس ممكن تؤمن بالفكرة لدرجة إنها تقتل. الرعب الحقيقي مش في الكائنات، الرعب في القناعة. وفي النهاية المسلسل خلص بانتصار مؤقت. الواقع مفيهوش نهاية موسمية، والدجالين لسه موجودين، والأطفال اللي بيشوفوا فيديوهات تحضير الأرواح لسه برضو موجودين، والناس اللي بتدور على حل سحري لمشكلتها كمان موجودين. وكل مرة حد يسمع جملة "أنت مختار", الفكرة بتبدأ. مش كل اللي بيسمع صوت مريض، ومش كل اللي بيقتل ممسوس، بس كل اللي آمن إن الدم حل كان عنده لحظة اختار فيها. يمكن المسلسل مستوحى من الواقع، ويمكن الواقع بقى بيقلد الدراما، بس الحقيقة المؤكدة إن أقذر جريمة مش اللي فيها دم أكتر، أقذر جريمة هي اللي اتعملت علشان فكرة. لو في يوم لقيت حد بيقولك أنت مختار، أو إن في عهد لازم يتم، أو إن في تضحية هتفتح باب، افتكر إن كل القضايا اللي اتحكت النهاردة بدأت بجملة بسيطة، جملة اتقالت في ودن حد لوحده، واللي سمعها وصدقها، واللي صدقها مضى مش بالحبر لكن بالدم. وده كان ملف الليلة. ولو حابين جزء تاني اكتبولي في الكومنت. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة.